الحقيقه في احصائيه بتقول ان المواطن المصري بيعمل نص ساعه في اليوم فقط لا غير، مع ان يعني ساعات او عدد ساعات العمل المفروض تبقى من 7 ل 8 ساعات يوميا. احنا المفروض في وضعنا ده نبقى بنشتغل اكتر بكتير كمان عن 7 8 ساعات. في الكوارث مثلا لما بنشوف كوارث طبيعيه في اي بلد من زي اليابان مثلا، المواطنين من نفسهم الحقيقه عرضوا ان هم هيشتغلوا عدد ساعات اكتر بكتير علشان الكوارث اللي حصلت دي يلحقوا يبنوا البلد. يعني العمل عباده كمان، فكون ان احنا بنشتغل او بنعمل لمده نص ساعه فقط لا غير في اليوم، ده معناه انه مفيش انتاج خالص نهائي. فازاي هنتطور لو مفيش عمل؟ احنا معانا الدكتوره حنان رشدي خبيره التنميه البشريه. برحب بحضرتك معانا يا دكتوره. والحقيقه يعني مش عارفه ازاي احنا بنشتغل نص ساعه في اليوم، يعني حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه شويه. هل في بلاد تانية بتشتغل برضو كده نص ساعه في اليوم بس؟ هقول لحضرتك نص ساعه في اليوم ده هو متوسط طبعا اخدته الاحصائيه، لكن انا هصدمك لو قلت لك ان في ناس بتقعد باليومين 3 من غير شغل خالص. وبتعمل ولها اسم ووظيفه ومهنه. لكن انا كنت هسال حضرتك هل ده اللي بيعمل باليوميه؟ يعني ممكن يقعد يومين 3 من غير شغل؟ بالعكس، ده اللي بيعمل باليوميه الاجر بقدر العمل. ده بيؤدي العمل باليوم فبيتقاضى اجره، وما لو ما قضاش العمل ملهوش اجر. ده افضل. لكن في ناس بتتقاضى اجر بالشهر عادي جدا وموظفه في القطاع طبعا الحكومي او الاداري في الدوله، وبتقضي يومين و3 بدون عمل. وفي النهايه التقرير السري بيبقى امتياز، مش كده؟ احنا بقى نقطه نقطه، وفعلا يعني اشكرك على الجزئيه دي. الواقع الامر ان الناس اللي بتقعد فتره طويله بدون عمل بالساعات زي ما حضرتك قلتي نتيجه لعدم التقييم. التقييم بالنسبه لنا هي مؤشرات الاداء. طول ما فيش عندي مؤشرات اداء صادقه وفيها شفافيه، طول ما الانسان عندي بيترقى لمجرد انه الكادر الوظيفي كده وانه ده ميعاد الترقيه بتاعته بدون ما يبقى فيه تقييم لادائه، فبالتالي الموظف اللي هيتعب نفسه في الشغل هيتعب نفسه ليه؟ طب ما دي المؤسسه الحكوميه كلها كده بالظبط. يبقى احنا عايزين هيكله اداريه. ودايما انا انادي او اناشد جميع العاملين بالدوله ان اي اصلاح، سواء قضاء على فقر او جوع او مرض، اي اصلاح في الدوله، قضاء على الثقافات المتخلفه، قضاء على اي شيء ياتي من الاصلاح الاداري. لان الاصلاح الاداري هو اصلاح منظومه بالكامل. اصلاح المنظومه ان انا اعمل لكل فرد في مصر حاجه اسمها في اداره الموارد البشريه عندنا جوب ديسكريبشن، وصف الوظيفي بتاعه. انت حضرتك مقدمه برنامج، عندك تاسكس، مهام رئيسيه بتقومي بيها 1 2 3 10. لو اديتي المهام بتاعتك دي على اكمل وجه ونقاط النتيجه في الاخر كانت مجديه، يبقى انت في الطريق السليم. لو انا حسيت ان المهام الوظيفيه لا تؤدى بالطريقه اللي بتحقق نتائج صالحه للمنشاه او للمجتمع ككل، فبالتالي يبقى فيه هنا انعواج في خط السير، فابتدي اصلحه او اشوف هل محتاج تدريب، هل محتاج تطوير، هل محتاج اصلاح سلوك. كل ده المفروض يحصل. احنا بنبص بقى لتقييم الاداء النهائي اللي هو تقييم الاداء المالي. الدوله حققت في موازنتها قد ايه؟ حصيله الخزنه بتاعت الدوله فيها كام؟ المنشاه دي خسرت قد ايه؟ بعد ما بتكون الدنيا انتهت. ما هو التقييم المالي ده على فكره تقييم فاشل، لانه تقييم نهائي واخير وبعد ما كل الامور تكون تمت. لا، لازم يكون تقييم ستيب باي ستيب لكل شيء في الدوله، من اول الاداريات لحد اللي بيقوموا بالاداريات نفسهم المديرين او الرؤساء، عشان يبقى في تطور صح. طب دي المشكله اللي بتبقى موجوده في المؤسسات الحكوميه. نتكلم في الافراد بقى اللي هي ما بتنتميش لاي مؤسسه حكوميه. عدد ساعات العمل قد ايه؟ المفروض ان عدد ساعات العمل في القانون العمل المصري 8 ساعات، وما يتعدى ذلك. لكن المواطن المصري بيشتغل قد ايه؟ ما انا قلت لحضرتك ده حقيقه الامر. هو مش ممكن حد بيشتغل 8 ساعات. على فكره هقول ان في ناس ممكن تشتغل اكتر من 8 ساعات، لكن مش من المفترض يكون في التفاوت ده. مش مفترض يبقى في ناس بتقضي يومها كله بلا عمل عشان هي شايفه. على فكره في حاجات برضو مهمه جدا، هو ما فيش نقطه التحفيز للعامل. تحفيز العامل يا اما معنوي يا اما مادي، واحنا ممكن نفتقد الاثنين. التحفيز للعامل لازم يكون ناتج من رغبته هو الشخصيه، يعني هو العامل ده عشان كده لازم يكون في يعني صله ود وعلاقه ما بين الرؤساء والمديرين والعمال عشان يقدروا يعرفوا او يتوصلوا العامل ده تحفيزه يجي بايه؟ هل يا ترى معنويا ولا ماديا؟
عشان يدخل في بوتقه العمل. طيب يعني الكارثه اللي احنا فيها دي اللي هي المؤسسات الحكوميه اللي هي مليانه عاملين، وحضرتك بتقولي انهم ما بيشتغلوش العدد الساعات الكافيه، ممكن يقعدوا في بيتهم حوالي يومين ثلاثه. نعم يعني طب نحل الازمه دي ازاي؟ يعني اولا في الافات من الناس اللي بتشتغل في المؤسسات الحكوميه كلها، ممكن تبقى اكتر من المطلوب كمان. طب الحل ايه؟ ما هو الناس خلاص دلوقتي اتعينت، هقول لحضرتك هنعمل ايه؟ يعني هنصلح المنظومه ازاي من غير ما ناذي اللي موجودين حاليا؟ اصلاحه وليس تدميره. اصلاحه وليس تدميره، لان كده. هم مش ذنبهم حاجه برضو. يعني هم موجودين في منظومه مفروض ان في جزء كبير منها ولم يكن الجزء الاكبر فاشل، فهم ما لهمش ذنب. بالظبط، المفروض ان انا اصلح هذا الجزء وبعدين اصلحهم. ماشي، احنا عندنا خطط واعمال عقل بما فيه الكفايه على فكره، بس هي لا توضع في حيز التنفيذ. يعني مثلا الامير محمد بن راشد في الامارات عامل حاجه في منتهى الروعه، منظومه تقييم اداء مجلس تنفيذي خاص بالدوله ككل، ومتصل بجميع الوزارات الاخرى والهيئات عن طريق وحدات خاصه بتصب في المنظومه الكبيره، على اساس تقييم اداء كل الرؤساء والمديرين ورؤساء القطاع والوزراء، حتى الداخليه، حتى البلديه، اي وزاره، كله تحت طائله تقييم الاداء. فبالتالي هو طلع على الهوا على فكره، قال لو في كارت تقييم الاداء او النتيجه النهائيه لاي مدير او رئيس في اي قطاع تجاوز الخط الاحمر مرتين، حتى لو اخويا يعتبر نفسه مرفوض. ايه هو الخط الاحمر؟ هم عندهم في تقييم الاداء في الوان معينه، الاصفر محتاج للتدريب، الاخضر انت في لاين السليم، الاحمر انت كده تحت مستوى الاداء الجيد. اول مره بيقول لك قدم خططك علشان نطور، تاني مره ما تجيش الشغل، انت مرفوض. احنا ما عندناش المنظور. هي دي حاجه صعبه؟ المفروض دي حاجة لا صعبة؟ المفروض عايزه لا. معيار. ما بتحصلش ليه بقى؟ عشان ما عندناش معايير. ايه الصعوبه ان احنا نقوم بيها ونعملها نفعلها؟ اقول لك الحقيقه، اه اول حاجه ما عندناش معيار ثابت لتقييم الاداء، المعايير حسب الاهواء الشخصيه. طب ما هو دي نقطه مهمه جدا، لازم يبقى في معيار ثابت. طب ما هو لازم هيبقى هيبقى إيه؟ احنا هنا آه. يعني ايه، للاسف الشديد بنحب وبنكره. ايوه، المفروض الحب والكره ده ملوش اي علاقه خارج بالعمل. العمل. ممكن اكون بكرهك جدا لكن انت متميزه في الجزء اللي انت متخصصه فيه، فبالتالي حقك انك تعملي في هذا المجال او في هذا الجزء، ملهاش علاقه بالكره. احنا عندنا خلط ما بين هنا في العواطف خلط وما بين كبير العمل. جدا ما بين العواطف والعمل. امتى ما فبالتالي يكونش خلط؟ بسند العمل للناس اللي انا بحبها أيوة. وما بسندش بالظبط. العمل للناس اللي انا ما بحبهاش، فالمنظومه بايظه. ومفيش تقييم. مفيش تقييم ليه؟ لان مفيش معيار للتقييم. اصل انا هقيمك على مين اساس اللي إيه؟ يقيم بقى؟ ما انا هقول لحضرتك. ما هو في سؤال دايما بيتسال، مين اللي من حقه يقيم؟ ماشي، اهم من اللي حقه يقيم ممكن اي حد يقيم في حاله واحده بس. هقولها لك بمثل بسيط جدا. لو انا عندي ميزان زي اللي كنا بنوزن فيه زمان الفاكهه والخضار اللي ليه كفتين، مش احنا بنحط على كفه من احد الكفتين دول حاجه كده حديد اسمها يعني المعيار او السنجه زي ما كنا بنقول زمان، وبنحط الناحيه الثانيه الحاجه اللي عايزه اوزنها. اي حد مش ممكن يستخدم الميزان ده اذا تواجد ايه؟ المعيار السنجه التقيله دي. اي حد هيحطها ويحط الناحيه الثانيه البرتقال او الفاكهه وهيوزن، صح؟ لو ما فيش بقى المعيار ده، في حد يعرف يستخدم لا. يبقى بما معناه يعني لازم يبقى في معيار. لازم. المعيار مش البني ادم اللي بيحط. لا طبعا. في معيار معين خاص بدراسه سياسه الجوده في هذه المنظومه. او متطلبات الوظيفه دي وطبيعه عمل الوظيفه دي. لما اجي احكم بالمعيار، ما ينفعش اقول ان حضرتك في وظيفتك كمقدمه برنامج 8/10 تقييمك السنه دي، واخرى 9/10 على اساس واخرى إيه؟ 7/10. بالظبط. ولما اجي اسال المقيم يقول لي هم درجاتهم كده، انا شايف كده. مفيش انا شايف كده. في انتظام وسلوك، في مواظبه، في اتباع اخر تاسكس ليها في الجوب ديسكريبشن بتاعتها، في الخبره، في تطور، وعدد في سنين الخبره، وادت ابداع، اظهرت شيء معين ازيد. كل ده عليه نقاط، يعني لغه، في معايير. في معايير، وكل سنه معياري لما يزيد انا اتفوق على المعيار اللي محطوط، يتفوق درجاتي في الاداء الوظيفي. لكن طول ما انا بدي على اهواء شخصيه مش هيبقى في تقدم. فبالتالي مفيش اهواء شخصيه هنا لما يبقى التقييم بالمنظر ده. ارجع بقى اقول ايه؟ عشان كده انا هشتغل نص ساعه، لان انا هشتغل نص ساعه هاخد التقييم اللي في دماغك
وغيري هيشتغل 8 ساعات هياخد التقييم اللي في دماغك برضه، يبقى ما عملناش حاجه. فعشان كده انا بفضل اشتغل نص ساعه. ادي النتيجه. طيب عشان يعني هل بسهوله نقدر ان احنا كل المؤسسات الحكوميه الموجوده دي بعدد العاملين اللي فيها نقدر نبتدي نصلح، ويتصلح في قد ايه المنظومه حضرتك، دي والاداره؟ اهم عندي من يتصلح في قد ايه هو البدء. والناس العاملين بقى العدد الكبير ده نعمل فيهم ايه؟ اللي هو معظم المؤسسات الحكوميه مش محتاجه العدد الكبير ده احنا من عندنا العاملين. سوء للاسف في التوزيع. يعني في مكاتب حكوميه كتير جدا انا بدخلها بجد ان على مكتب واحد في 3 4 بالظبط. قايمين بنفس العمل. مش دي صعبه جدا. على مكتب اخر لو في عامل او موظف، يعني احنا بنسميه عامل في قانون العمل، تغيب، ما حدش قام بمهمته. بالظبط. اصبح في سوء في التوزيع. في حاجه الاخطر بقى، ان ما فيش 2 3 يجتمعوا على بوليسي اند بروسيجر واحده، ما فيش سياسات واجراءات واحده. يعني لما اسال حد في حاجه معينه لاستخراج ورقه معينه يقول لي بنود، واسال اخر في نفس الوظيفه وعلى نفس المكتب يقول لي بنود اخرى ومتطلبات اخرى. بما معناه ان حتى السياسات والاجراءات الخاصه بالمكاتب الحكوميه غير واضحه للموظفين الاثنين قاعدين في مكتب واحد وفي مكان واحد وفي هيئه واحده. طب ازاي الحاجات دي غير معلنه؟ ازاي انا كان مواطن عادي يعني عايزه اقول يتلاعب بيا؟ ما هو موظف ممكن يتلاعب بيا لان الشيء غير معلن، انا مش عارفه، الا لو انا مفقه في الجزئيه دي. بدخل وانا عارف ايه القانون وايه اللي ليا وايه اللي عليا وايه حقوقي وواجباتي، فبدخل اتجاه السليم. لكن لو مواطن بسيط بيخلص اي اجراء اي ورقه في اي مصلحه حكوميه ما بيلاقيش سياسات واجراءات واضحه. طب عدد العاملين نعمل فيهم ايه؟ يوزع بطريقه سليمه. ما هو في تقصير، يعني في اكتر من اللي أخرى، مطلوب. في اكتر من مطلوب، لكن في اماكن اخرى محتاجه على فكره. احنا هي المشكله عندنا هو التخطيط الاستراتيجي، هو تخطيط استراتيجي لعدد العماله. احنا عندنا عدد عماله بس للاسف بضخ في اماكن بزياده ضخمه جدا واماكن اخرى قد تحتاج. وبعدين المفروض ان الدوله تبحث للايدي العامله عن منافذ لاخراج طاقتهم، لكن طول ما هو حاطط الايد العامله في اتجاه واحد معين اللي هو موظف مكتب وقاعد على مكتب، ده ما فيهوش اي نوع من انواع الابتكار والابداع. يعني طب حضرتك شايفه ايه رايك في عدم انتماء الموظف للمؤسسه اللي بيشتغل ليها؟ عدم راجع الشفافيه لايه؟ هو ملازم لعدم الثقه. المؤسسات ما فيش بينها وبين الموظفين شفافيه، ما فيش وضوح في الامر، ما فيش انا المؤسسه او المنشاه بتاعتي عندها خسائر كذا او واصله الى المستوى الفلاني وفي فجوه ما بين المطلوب والمتاح واحنا عايزين تشتركوا معانا في وضع الخطط دي، او ايديكوا تبقى بايدنا علشان ننجز ونتقدم. لا، انت ايد عامله زي الاله، انا ما بديكش رؤيه، ما بوضحلكش رؤيتي ولا مخططي القادم ولا اللي انا عايزه في المستقبل، فبالتالي انت بتحس من جواك ان انت اداه. فبما انك اداه فعمري ما هيكون لي انتماء ليك، لكن لو اشركتني معاك هيكون لي انتماء ليك. تهميش بعض الوظائف. تكاسل الموظف الحكومي جاي منين؟ تكاسل الموظف الحكومي نتيجه للترتيب الوظيفي الروتيني اللي بدون اي تقييم، دي نمره واحد. نمره اتنين، حصوله على الراتب. عايزه اقول لك على حاجه، انت عارفه ان موظف الحكومه نادر جدا، يعني انا بقول على الهوا اهو، انا عايزه حد يقول لي موظف حكومه خد جزء خصم يوم خصم يومين الا لاشياء عايزه اقول لك قاسيه يعني جدا، وصعب جدا رفضه، وصعب جدا رفضه. على الرغم ان تقييم اداؤه سنويا، لو تقييم الاداء ده المفروض قانوني وبمعيار سليم وكل الناس سواسيه وعمله بالعدل، يتم رفض الموظف لو ما بيقومش بواجباته. عشان يحصل على راتبه وعشان يستمر في وظيفته لازم يقوم بواجباته. لكن الموظف حاسس انه كده كده بيتقاضى راتبه، بيتقاضى السلم الوظيفي بتاعه، بيترقى، فبالتالي هو ما عندوش مشاكل في الحته دي. اما انا عايزه اعرف بقى كده كده ليه؟ يعني ليه مش انا بقى اللي اجاوبك على ليه الحته سايبه هنا كده؟ كده باخد اجري، كده باخد ترقيتي، باخد ترقيتي، كده باخد يعني. اجازاتي وانا موجود، رحت ما رحتش هقبض. مفيش اداره موارد بشريه في كل المصالح والمنشات الحكوميه. مفيش حاجه اسمها اداره موارد بشريه. ما زلنا بنستخدم شؤون العاملين، ويا ريت قلم المستخدمين بتاع زمان ايام الابيض والاسود يعني. مفيش حاجه اسمها اداره موارد بشريه. الموارد البشريه دي اداره جديده علينا عموما، هي الهيومن ريسورسز او الهيومن ريسورس دي حاجه، بس اذا كنا شايفين ان هو ده الحل احنا مش بنستخدمه ليه؟ في شركات قطاع خاص
بتستخدمه يمكن في اضيق الحدود. بتستخدمه حتى الشركات المالتي انترناشونال اللي فيها هنا مثلا فرع وليها فروع في الدول الاخرى، عايزه اقول لك ما بتطبقهوش عندنا زي ما بتطبقه في فروعها اللي في الدول الاخرى، لاحساسها ان ثقافتنا تختلف. احنا مش مقتنعين بالكلام ده. بتعمله برضو على هيئه اوراق زيهم زي الحكومه اللي في مصر. يعني احنا للاسف يعني عاديناهم مش هم اللي عادونا يعني. فده شيء قاسي. احنا عايزين اداره موارد بشريه في كل مصلحه وهيئه واداره حكوميه، ده شيء مهم جدا. واداره المورد البشري مش تقييمه فقط، انا مش بقيمك بس علشان اذيكي او اعاقبك، لعل وعسى ان التقييم يخليني اشوف نقاط الضعف عشان اطورها، عشان ادربها. التدريب في العالم جنيه بيصرف في التدريب يساوي مفروض 100 جنيه عائد على المنشاه. اليابان يعني تخطت هذا المقياس، قالت لا، ده الجنيه اللي بصرفه في تدريب العامل اللي عندي بيجيب عائد على المنشاه $1000. ومين عليه انه يدرب؟ يعني مثلا احنا اهو في مؤسسه حكوميه، اداره الموارد البشريه، يعني المسؤولين لازم او مسؤول في اداره الموارد. في قسم دلوقتي في اداره الموارد البشريه اسمه هيومن ريسورس ديفلوبمنت، يعني تطوير المورد البشري. يعني بقى في قسم منبثق من اداره الموارد البشريه اسمه تطوير الموارد البشريه. التدريب والتطوير دي مهمه الموارد البشريه. طب هل في نصيحه حضرتك عايزه تقوليها لنا في الاخر قبل ما ننهي اللقاء؟ دكتوره حنان، عايزين نبتدي يا جماعه، عايزين نبني للمواطن مصر المصري. عايزين نبني مصر، عايزين نبتدي. احنا عندنا مشاكل بما فيه الكفايه، عايزين كل واحد يحط ايده في ايد التاني ونعمل عمليه اصطفاف. الاصطفاف دي يعني ما يكونش واحد فينا بيشد من اتجاه، لازم كلنا نبقى في اتجاه واحد وكلنا نشد في اتجاه واحد علشان مصر تبني بسواعدنا كلنا. البدايه، يلا نبدا، احنا عايزين نبتدي بقى. مهمه جدا. دكتوره حنان رشدي خبيره التنميه البشريه، انا بشكر حضرتك جدا، شرفتي ونورتي. الفقره اللي جايه ان شاء الله هتكون مع سماح بعد هذا الفاصل.